السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير جميعا وصباحكم فل. صراحة دايما جماعة بتوع المبيعات بيحولوا أي رقم، أو أي حاجة بيستخدمها في حياته بيحولها دايما لأرقام. بالنسبة أنا بشرب القهوة وأنا من الناس اللي بتحب القهوة جدا، وغالبا القهوة واخدة حيز كبير في حياتي في حاجات كتير. دايما بدور على أحسن نوع قهوة، دايما على أحسن طريقة قهوة، دايما على إيه أنواع البن الكويسة. تعالى نتكلم شوية في حتة تخص المبيعات والأرقام على القهوة. طبعا هي طبعا في ناس كتير أنا عارف زي حالاتي كده بتحب القهوة، وفي ناس بتجتمع على فنجانين قهوة، وفي أماكن فتحت عشان الناس تقعد تشرب قهوة. يعني هو بيزنس كبير قوي وبزنس متخصص وأرقام مهولة. اكتشفت ان الارقام في حته الكافيهات والقهوه ارقام رهيبه. تخيل مبيعات مصر او حجم تداول البيزنس بتاع البن والكافيهات في مصر في سنه 26 هيوصل لحوالي 3 مليار دولار. رقم فظيع يعني. حجم طبعا هو مبيعات البن في مصر هتوصل حوالي 300 مليون دولار 26 خلال 26 كلها. بس حجم البيزنس اللي داخل فيه البن والكافيهات والمعدات وكده داخل حوالي 3 مليار دولار في 26. رقم بشع يعني، رقم فانت متخيل بيزنس عامل ازاي. في عالميا حوالي 41 مليار دولار نفس القصه. البيزنس بتاع حجم الاعمال في البن على مستوى العالم متوقع ان يوصل سنه 33، يعني بعد حوالي 7 سنين متوقع ان يوصل 87 مليار دولار. طبعا ارقام، انا بتكلم على ارقام رهيبه يعني. طبعا حجم الاعمال ده او حجم البيزنس ده بيدل على اهميه المنتج، ودايما اهميه المنتج هي اللي بتتحكم في الارقام، وبتتحكم في قد ايه المنتجات محتاجه دايما تطوير. وطبعا في شركات عالميه استغلت المواضيع دي، وشركات محليه كمان برضو، واكتسحت الاسواق وبقت براند ليدر. شوف بنرجع كل الكلام ارقام وبراند. دايما اي حاجه تتكلم فيها في حياتك هتلاقي كده، اي حاجه هتتكلم فيها في حياتك هتلاقي مبيعات، هتلاقي بيزنس، هتلاقي ارقام، هتلاقي براند. تعالى برضو عملت كده شويه سيرش وقعدت اتفرج على مين احسن الشركات عالميا. انا في شركات اعرفها شخصيه يعني، واكتشفت فعلا انها مستحوذه على ارقام زي إيلي. دي شركه كبيره قوي، من الحاجات طبعا البن بتاعها غالي والبن بتاعها كويس جدا. في شركه اسمها بلو بوتل. دي شركه متخصصه قوي برضه في انواع البن. اكتشفت مع البحث وكده ان في شركات زي يعني انا كنت فاكر مثلا ستاربكس هم افضل شركه في العالم في البن. طلع مثلا ان دانكن هي افضل منها ارقام وافضل منها كجوده. وفعلا لو انت جربت تشرب قهوه الامريكان او البلاك كوفي بتاع دانكن مختلف تماما في حته ثانيه فعلا خالص، يعني احسن من ستاربكس. فدي الحاجات دي ارقام. الحاجات دي سبحان الله زي ما بقول لك، المبيعات بتخليك دايما حياتك كلها ارقام. حياتك كلها اي حاجه انت بتستخدمها في حياتك هتلاقي نفسك ميال انك تعرف حجم البيزنس فيها قد ايه، حجم المنتجات المتداوله قد ايه، ايه المنتجات القويه اللي فيها. طبعا كلنا عارفين اسبريسو، نس اسبريسو هي شركه برضو منشقه غالبا من نسله. مشتقه من نسله، برضو حجم بيزنس غير عادي. طورت نفسها، هي من اول الناس اللي عملت الكبسولات، ماكينه الكبسولات. طبعا الاسبريسو كله بس كان موجود في المحلات في الماكينات الكبيره. هم اخترعوا ماكينات صغيره للبيت، حول البي تو بي لبي تو سي. ودي برضو من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنتكلم دايما فيها، انك تحول البيزنس التجاري لبيزنس
خاص، بزنس يخش البيوت. دي شرايح بتبقى شرايح كبيره جدا متخصصه، وبتروح في اماكن وبتعمل مبيعات بالهبل. الحياه كلها كده، الحياه كلها ارقام، الحياه كلها اي حاجه انت ممكن تستخدمها في حياتك هتلاقي وراها ارقام، هتلاقي وراها بيزنس، هتلاقي وراها تطوير، هتلاقي وراها منتجات، هتلاقي وراها براند ليدر، هتلاقي وراها ماركت شير. كل المصطلحات اللي دايما الناس بتستخدمها هتلاقيها موجوده في الحياه الطبيعيه. دور على، لو انت ما عندكش بيزنس او بتبدا بيزنس، دور على حاجات فيها ارقام كويسه تقدر تشتغل فيها. في ناس كتير عملت علامات تجاريه في القهوه واشتغل كويس جدا واكتسحت السوق. في ناس من زمان اشتغلت، في ناس قريب عملت شغل ونجحت. كمان الناس اللي بتطور، بيعجبني قوي الناس اللي بتروح بالبراندات والمنتجات اللي منها التطوير، زي الحاجات اللي اتطورت من في القهوه، كابتشينو ولاتيه وموكا ومش عارف. طبعا طلع منتجات جديده دلوقتي زي الماتشا، دخلت حاجات جديده زي الماتشا برضو، بدات تاخد حصه وبدات الناس، ده بيزنس جديد الماتشا. ممكن الناس اللي هي بتفكر تعمل منتجات، هي دلوقتي شغاله كويس جدا، التركيز فيها على بي تو بي، اللي هو عاوز يدخلها الكافيهات المختصه ويشغلها. في فرصه فيها دلوقتي جدا من بي تو سي. برضو الناس اللي عايزه تدخل منتجات ماتشا للبيوت ممكن تشتغل عليها، تعمل فيها براند كويس وممكن تشتغل عليها، وانا ممكن اساعدك. لو احتجت، دايما الناس بيجيني على الخاص وبندردش وبنقدر نوصل لمنتجات وبراندات كويسه. تحياتي ليكم. ما تنساش سبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل الجرس لو حابب طبعا. تحياتي ليكم. إيهاب الماحي، مدرسة البيع.